مباراة الزمالك والبنك الأهلي واحدة من أهم مواجهات الزمالك الموسم ده، واللي بنسبة كبيرة هيترتب عليها شكل منافستك السنة دي على الدوري. البنك الأهلي اللي دايما بيكون خصم رخم ودمه تقيل وصعب، المرة دي بنقابله ولكن بشكل جديد تحت قيادة مدير فني محترم زي الكابتن أيمن الرمادي. مهم جدا إننا نعمل ألف حساب للمباراة دي، مهم جدا إننا ناخد المباراة دي كمباراة كاس. عندي كلام مهم جدا في الحقيقة هقوله لك في الفيديو ده، ولكن قبل ما نبدأ كلامنا معلش عايز اقولك على حاجة كده واستحملني في الكلمتين دول. بصراحة يعني انا متضايق جدا بقالي فترة، وده بسبب ان القناة ما بقاش فيها مشاهدات زي الاول، وحتى الناس اللي بتتفرج 70% منها مش مشتركة في القناة. هو طبعا الحمد لله على كل شيء، بس صدقني مع مرور الوقت الشغف غصب عني بيقل، وبصراحة مش عارف ايه المانع في ان حضرتك ما تعملش اشتراك او ما تعملش لايك. طالما حضرتك اتفرجت على فيديو ليا، وبما ان المشاهدة اتحسبت يبقى انت اتفرجت للاخر، وبما انك اتفرجت للاخر فبنسبة كبيرة جدا الفيديو عجبك فعلا. طب طالما انا بكرم من ربنا قدرت اقدم لك محتوى مفيد كويس محترم، خالي من الموسيقى وخالي من الذنوب، وفوق كل ده هو عجبك فعلا، ايه بقى اللي منع حضرتك انك تشترك في القناة او تعمل لايك؟ عايزك تساعد اخوك كده وتكون سبب في وصوله للشيء اللي بيتمناه، صدقني مش هتخسر اي حاجة. وبعتذر لك لو طولت عليك. صلي على النبي بقى كده عشان عندي كلام مهم جدا النهارده. مبدئيا طبعا انت عارف اهمية المباراة دي، صح؟ عارف ولا محتاج اقول لك؟ عارف لو الزمالك لا قدر الله اتعثر ممكن ينزل للمركز السابع، ولو كسب هيدخل المربع الذهبي وهيكون في المركز الثالث. ده لو افترضنا يعني ان الاهلي كسب بتروجيت. يعني مباراة واحدة ممكن تقلب كل الموازين، مباراة ممكن ترجعك للمشهد من تاني، وممكن تنهي على امالك في المنافسة السنة دي. طب تعالى بقى لسؤال مهم جدا، هل الزمالك قادر يكسب البنك الاهلي ولا احنا بنعشم نفسنا على الفاضي؟ خليني اقول لك عزيزي الزملكاوي واطمنك ان الزمالك مش بس قادر يكسب البنك الاهلي، ده قادر يكسب اتخن تخين في الدوري المصري كله. الزمالك عنده لعيبه، وعنده سكواد، وعنده دكه مليانه لعيبه كويسه جدا، عنده في كل مركز لاعب واتنين وتلاته. مشكلتنا دلوقتي تقريبا واللي كلنا متفقين عليها هي في المدير الفني، وعلى فكره هي دي العقبه فعلا. بس للاسف ما قدمناش حل دلوقتي غير اننا ندعمه. الراجل ده مش هيمشي وده شيء واضح للجميع، فنعمل اللي نقدر عليه حاليا وهو الدعم. لعل وعسى يقدم مباراة عليها القيمة زي مباراته قدام المصري او مباراته قدام فيوتشر. طب في السكة كده وانا بسجل بتروجيت جابت جون عن طريق ابننا حامد حمدان، يا رب يا رب تكمل على خير. طيب تعالى بقى كده نتعمق اكتر في التفاصيل، بس عايزك تصلي على النبي كده وتركز معايا. وانا بحضر للماتش ده ايدي جابتني كده على الماتشات اللي الزمالك تعثر فيها، ولقيت في شيء مهم مشترك ما بينهم كلهم، وهي الضغط العالي اللي بيعمله علينا الخصم. يعني عايزك ترجع بالذاكرة كده معايا وتفتكر احداث مباراة الاهلي او احداث مباراة وادي دجلة واللي خسرنا فيهم هما الاتنين. الماتشين دول تقريبا نفس السيناريو، بننزل من اول دقيقة ضاغطين مستحوذين، بنهدد مرمى الخصم ثم بنجيب جون، بعد كده بنرمي الفوطه بقى خالص، بنسيب الكره للفريق اللي قصادنا وبنسيب له الاستحواذ وبنسيب له كل حاجه. وايه اللي بيحصل يا معلم؟ بالظبط كده، بيجي فينا التعادل، وكالعاده ما بنعرفش نرجع في النتيجه، ومن ثم بنبلع التاني والمباراه بتخلص على كده. العامل المشترك بقى في الماتشين دول انك بمجرد الفريق اللي قدامك بيمسك عليك كوره وانت كالعاده بترجع تدافع بعشوائيه، بتستقبل اهداف وبتخسر. وعايزك تركز لي على مصطلح تدافع بعشوائيه ده عشان هنحتاجه كمان شويه. ولو جيت تبص كده على نسبه استحواذك قدام فريق زي وادي دجله هتلاقي انه كان ماسك عليك كوره. نفس الكلام قدام الاهلي، وبلاش اعرض لك نسبه الاستحواذ لان المباراه دي كانت وان سايد جيم للاهلي. وبالمناسبه نفس الكلام ده حصل قدام المقاولين زي ما انت شايف كده، وحصل قدام الجونه في الشوط الثاني. افتكر، بمجرد ان الفريق اللي قدامك بيضغط عليك ضغط عالي وماسك كوره قولا واحدا دفاعك بيخترق بسهوله، بيجي في الجون واحيانا ممكن تخسر. فواحد يسالني يقول لي ليه يا عم هادي مباراه زي المصري او مباراه زي سيراميكا كليوباترا ما استقبلناش اهداف رغم انهم كانوا مستحوذين وبيعملوا علينا ضغط عالي؟ بص يا معلم، اجابه السؤال ده تكمن في سبب وتوضيح. تعالى كده مع بعض نبدا بالسبب، وخليني اقول لك ان كان في سبب مهم جدا في خروجنا بكلين شيت او بخروجنا بعدم استقبال اهداف، وهو التنظيم الدفاعي والانضباط الدفاعي. وخلي بالك، التنظيم الدفاعي ده حاجه والانضباط الدفاعي ده حاجه تانية خالص. فاكر لما قلت لك من شويه ان الزمالك كان بيدافع بعشوائيه، لكن قدام المصري لا، كان ال11 لاعب تحت الكوره، او بما يسمى بالكومباكت الدفاعي، دفاع الكتله الواحده.
شكل الزمالك اثناء فقدانه للكوره مرسوم على المسطره زي ما انت شايف كده. وقدام سيراميكا لا، ده كان في انضباط دفاعي، اللعيبه كلها زي ما انت شايف كده، وينجات وصناع لعب ومهاجمين، كله بيدافع، كله بيعمل واجبه الدفاعي، كله عارف المكان اللي المفروض يكون متواجد فيه. مفيش حاجه اسمها رجل الدب مطرح ما تحب دي خالص. واخد بالك يا عم شيكوبانزا؟ واخد بالك انت من هدف التعادل بتاع الجونه؟ فاكر؟ طيب بالنسبه بقى للتوضيح، فخلينا اقول لك برضو ان حضرتك لو رجعت معايا كده بالذاكره في مباراه المصري وسيراميكا، هتلاقي ان الزمالك استقبل هجمات خطيره كانت ممكن تتسجل اهداف عادي جدا. طيب يا معلم، انا عمال ارغي معاك بقى في القصه دي اللي من الصبح، وعمال اكلمك على ماتشات قديمه وما جبناش سيره البنك الاهلي دي خالص. دلوقتي احنا عرفنا قاعده مهمه جدا في شكل الزمالك من اول الموسم. يعني احنا عرفنا الزمالك ده من اول الموسم شكله مبني على ايه، وهو ان اي فريق هينزل قدامك بيلعب بضغط عالي، في احتماليه 90% انه يسجل، وكذلك لو سبت له الكرة والاستحواذ. كده احنا عرفنا قاعده مهمه. نيجي لقاعده تانية برضو مهمه، وبالنسبه لي هي ايجابيه جدا. الزمالك من اول الموسم لحد دلوقتي لعب 12 مباراه، سجل اهداف في 11 مباراه منهم. مباراه وحيده بس اللي الزمالك عجز عن التسجيل فيها، وهي مباراه المقاولين. رغم ان الزمالك قابل فرق بتدافع بتكتلات كبيره، فرق عايزه تطلع منك بنقطه، فرق بتلعب بخمسه مدافعين، دفاع حتى الموت، ومع ذلك الزمالك اخترق وسجل، زي الاسماعيلي وغزل المحله والجونه وحتى فاركو. كده يبقى انت فهمت شكلنا عامل ازاي من اول الموسم. عرفت كده لما الزمالك الفرق اللي قدامه بتهاجمه ايه اللي بيحصل، ولما الفريق اللي قدامه بيتكتل ايه اللي بيحصل برضه. تعالى بقى نتكلم شويه كده على مباراه البنك الاهلي بكره ان شاء الله. الكابتن ايمن الرمادي من يوم توليه القياده الفنيه للبنك الاهلي وهو ماشي بشكل كويس جدا، وبيقدم اداءات محترمه. بعد ما كان الفريق حرفيا بيصارع على مراكز الهبوط، الفريق حاليا في المركز ال 13 بعدد ماتشات قليل. ومن خلال معرفتي بالكرة اللي بيقدمها كابتن ايمن، فمن وجهة نظري يعني الراجل ده هينزل يهاجم من اول دقيقة، فاتح خطوطه، هيحاول بشتى الطرق يستحوذ على نص الملعب، وهو بالفعل عنده الادوات اللي تساعده ينفذ ده قدامنا. وده كمان اللي شفناه في مواجهاته قدام الجونة وبتروجيت، وحتى الماتشات اللي اتعثر فيها كان هو الطرف الاكثر استحواذا وتهديدا للمرمى. وللاسف ده يخليك تقلق كزملكاوي، لان زي ما قلت لك كده في اول الفيديو، الزمالك بيعاني جدا قدام الفرق اللي بتهاجمه. طيب مطالب من يانيك فيريرا ايه عشان نطلع من المباراة دي سالمين غانمين ال3 بونت في جيبنا؟ اولا بلاش فزلكة في التشكيل، لان دي مباراة لا تتحمل اي تجارب جديدة وعبقرية من حضرتك كمدير فني. ثانيا تعليمات واضحة وصريحة بالانضباط الدفاعي. ثالثا عدم الاعتماد على الكرات الطويلة العشوائية. رابعا ودي مهمة، الاعتماد على عبد الله السعيد لخروجنا بالكورة، واعتقد المهمة دي هتتسهل عليه بعد وجود احمد ربيع جنبه. ليه؟ لان عبد الله السعيد اثناء لعبه جنب دونجا كان بيعمل وجبات دفاعية ما بيعملهاش دونجا ذات نفسه، وشرحنا الكلام ده في فيديو التفاصيل لمباراة الاسماعيلي. خامسا عدم الرعونة في استغلال الفرص، خصوصا من عدي الدباغ وناصر ماهر. سادسا ودي الاخيرة، محمد اسماعيل لازم يلعب المباراة دي. يانيك فيريرا قدامه اختبار صعب، لان اللي هيقف قدامه المرة دي على الخط مدرب كبير واثبت كفاءته معانا قبل كده، مدرب بيقدر يقرا الجيم بشكل عبقري، مدرب فاهم كل تفصيلة في لعبته وعارف يستغلها احسن استغلال. مباراة كبيرة على الخطوط ما بين يانيك فيريرا وكابتن ايمن الرمادي. مين اللي هينتصر فيها؟ اعتقد بنسبة كبيرة كابتن ايمن قادر انه يكتسح فيريرا، ولكن انا كزملكاوي رهاني كل المرة دي على اللعيبة اللي ان شاء الله هيطلعوا رجالة ويحققوا المطلوب ويكونوا قد الثقة. تعالى بقى مع بعض كده نروح للتشكيل المتوقع، بس قبل ما اقولك التشكيل ما تنساش تقولي توقعاتك للمباراة دي في الكومنتات، وصاحب التوقع الصحيح اسمه هينزل في الفيديو اللي بعد المباراة على طول ان شاء الله. طيب مبدئيا دي التشكيلة اللي من وجهة نظري، مش التشكيل المتوقع، لان توقعاتي يانيك فيريرا هيعك في التشكيل. ربنا يستر. صبحي في الجون، قدامه عبد المجيد ومحمد اسماعيل، على اليمين عمر جابر، وعلى الشمال محمود بن تايج. نص ملعب ربيع وعبد الله السعيد، وينج يمين بزيرة، وينج شمال ادم كايد او احمد شريف او فتوح، المهم يعني اي حد ما عدا شيكو بنزا. صانع العاب احمد حمدي. كل دول تحت مهاجم صريح عدي الدباغ. ومرة واتنين وتلاتة ومليون، مهم جدا وجود البدائل المناسبة على الدكة،
مهم جدا ان اللعيبه تبقى نازله عارفه ان التعثر في المباراه دي بيساوي بعدك عن المنافسه. ان شاء الله الزمالك يعمل مباراه كبيره ومحترمه كنتيجه وكاداء، ونطلع بعد المباراه نحتفل مع بعض. ما تنساش تقول لي توقعاتك للمباراه. كان معاكم هادي الشام، مع السلامه.